اشمعنى الترمس بنحضره في عيد الفطر وفي اعياد الربيع؟ فوائد الترمس كتيره جدا، هنتعرف عليها ان شاء الله في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين. طبعا قبل ما يجي العيد علينا بنروح مجهزين الترمس، لان الترمس من البقوليات الغنيه جدا بالالياف وغنيه بالمعادن ومنها معدن الزنك، وكمان من الاكلات المشبعه جدا، يعني ممكن نعتمد عليه لو احنا ماشيين على نظام غذائي، والكثره الالياف اللي فيه هتدينا احساس لمده طويله بالشبع. وكمان سعراته الحراريه قليله جدا، وده طبعا هيساعدنا في اي نظام غذائي هنمشي عليه. وطبعا احنا بنبقى خارجين من فتره صيام طويله جدا اللي هو شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم بالخير يا رب. طبعا بعد فتره الصيام الطويله دي اول حاجه بنعملها في العيد ان احنا بنعمل ايه؟ طبعا بنعمل كحك وبسكوت، دي اول حاجه، وانا عامله لكم طريقه كحك تحفه جدا، يا ريت الناس اللي ما دخلتش وشافتها تدخل كده وتقول لي رايها في الكحك بتاعي ايه. المهم بنقابل العيد طبعا بالكحك والبسكوت. وطبعا بدل قلنا كحك وبسكوت يعني قلنا سمنه وسكر ودقيق، وزي ما انتوا عارفين بقى الكحك والبسكوت والدقيق اللي بياخدوا السمنه والسكر قد ايه. طبعا اول حاجه بنفطر بيها في العيد، ويا ريتنا بنفطر وبس، لا ده احنا بنفضل شغالين عليها طول النهار. غير كده تاني بنعمل ايه؟ غير كده الفسيخ والرنجه، ما ننساش الفسيخ والرنجه، دي اهم حاجه في اول يوم في العيد. طبعا كلها املاح، وزي ما انتوا عارفين بقى احنا بنعمل ايه في العيد. المهم الحاجات دي كلها طبعا دهون واملاح وسعرات حراريه عاليه جدا بتدخل جسمنا. المشكله كمان مش في كده، المشكله في انك لو عامله نظام غذائي هتضيعه، لا المشكله كمان مش في كده. المشكله في ان احنا خارجين من فتره صيام، معدتنا مش متعوده على الهلك ده كله، معدتنا متعوده ان هي تفضل صايمه الفتره دي كلها، فما نقابلهاش احنا بقى بالدهون والسعرات الحراريه العاليه دي كلها والاملاح الكتيره زياده عن اللزوم. فبنيجي اول يوم العيد معظمنا بيصاب بالغثيان طول النهار او بيصاب بالاسهال بسبب الاكلات وبسبب الوجبات اللي احنا دخلناها لجسمنا دي مره واحده كده فجاه، ومعدتنا طبعا مش متعوده، ومعدتنا متعوده في الفتره دي كلها ان هي تبقى صايمه. في الوقت ده بقى بيدخل البطل بتاعنا وهو الترمس. الترمس بقى بالالياف اللي فيه والمعادن اللي فيه بيصلح كل اللي احنا عملناه، علشان كده دايما في عيد الفطر وفي اعياد الربيع اول حاجه بنعملها هو الترمس. واعياد مباركه عليكم يا رب العالمين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.